الراجل اللي اسمه رضا عبد العال يعني فنان قوي على فكرة. بيعرف ازاي يعني يخلي البرنامج اللي هو فيه واخد جاذبية من الجمهور الأهلي، عشان لما جه يتكلم على ماتش الأهلي والترجي بيقول أنا أتوقع أن الأهلي يغلب الترجي في تونس. كلام غير واقعي طبعا بالمرة، يعني لأنه الكلام العاقل ما بيجيبش إعلانات. الكلام اللي هو غير عاقل هو اللي بيجيب إعلانات، وهو بيختار دايما الاختيار ده، الكلام اللي هو غير عاقل. إنما لو أنت سألت حد عادي، يعني بني آدم بيتابع كورة، بيفهم كورة، بيحب الكورة، فاهم الأهلي وفاهم الترجي وفاهم الكفت، يقول لك ان ده صعب جدا جدا الماتش ده، لان انت تتوقع مين فيهم اللي يغلب. انما الاحتمال الاقوى ان صاحب الارض يغلب. كان في بتاع عايزه تقرصني هنا في الشمس الحلوه دي. صاحب الارض هو اللي المفروض يغلب، اللي هو الترجي. تبقى مفاجأة لو الاهلي غلب، وما تبقاش مفاجأة لو الاهلي تعادل. يعني التعادل سيد الاخلاق، انما في الغربة يعني. انما الفوز هتبقى مفاجأة، مفاجأة جميلة لجمهور الاهلي طبعا والمصر. انما كون ان رضا عبد العال يتنبأ بيها او يتوقعها، فهي دي الفرقعة بتاعت الاعلانات، علشان صاحب الاذاعة دي او القناة دي ما يفكرش يجيب واحد بقلوص غيره يعني.